فاكرين المقبرة المختومة اللي حكيت لكم عنها؟ كل الجدران بتاعتها متخربشة بإيد إنسان، رغم إن الباب مقفول ومختوم من 3000 سنة. النهاردة هحكي لكم على اللي حصل بعد 48 ساعة، واقعة لو شفتها في أفلام هتقول إنها مبالغات، بس للأسف ده حصل فعلا. بعد ما لقوا المقبرة، البعثة بدأت تفحص التوابيت اللي حوالين الموقع. واحد منهم كان غريب، مش كبير ولا ملك، لكن التحنيط كان دقيق بشكل يخوف. الوش واضح والجلد ناشف بس ثابت، والعينين مقفول كأن الجسم متحنط من كام سنة مش من 3000 سنة. والعالم اللي كان بيفحصه قال الوش ده حس ان هو بيبص لي رغم ان عينيه مقفولة. ضحكوا عليه، بس بعد ساعتين بالظبط محدش كان قادر يضحك. الساعة 2:37 دقيقة بعد نص الليل. العالم كان ماسك كاميرا حرارية فوق التابوت. فجأة الكاميرا بدأت تجيب حرارة بسيطة عند العين اليمين، حرارة في موميا عمرها 1000 سنين. وبعدها العين اليمين اهتز وبعدين فتح نص فتحة. العالم وقع على الأرض والكاميرا اتكسرت. طلع يجري بره الخيمة وهو بيصرخ فتحت عينيها، يا جماعة فتحت عينيها. البقية افتكروه اتجنن لحد ما رجعوا التسجيل، ويا ريتهم ما رجعوه. العين فعلا اتحرك، مش ضوء مش انعكاس مش خدعة بصرية، حركة عين لكائن حي. بعد ما هدوا العالم خدوا عينة من تحت الأظافر، ولقيوا تحت الأظافر فتات حجر، مش أي حجر، نفس الحجر اللي في المقبرة الفاضية اللي متخربشة بإيد إنسان. ده معناه إيه؟ معناه اللي كان بيحفر جوه المقبرة هو نفس الجسد اللي كان متحنط قدامه. يعني الشخص اندفن وهو حي وحاول يخرج، اختفى من غير ما يفتح الباب. بعد سنين اتحنط واتدفن في تابوت. ازاي؟ محدش فاهم ولا حد عايز يفهم. البعثة ركبت كاميرات حوالين التابوت. الكاميرات سجلت 5 ساعات متواصلة، كل شيء ثابت لحد الساعة 3 الفجر. الإشارة قطعت 6 ثواني، 6 ثواني بس. ولما رجعت غطا التابوت كان مفتوح. الموميا اختفت، أثر ولا حركة ولا بصمة ولا حتى تراب متحرك، كأنها اتبخر. العالم اللي شاف الحركة بعينه اختفى تاني يوم. آخر تسجيل ليه كان قدام الخيمة وهو واقف بيبص للتابوت وبيقول وما خرجش، وكان مستني حد يفتح له واحنا فتحنا له. وبعدها اختفى. البعثة جابت خبير متخصص في نصوص الكهنة. أول ما شاف الرموز اللي على دراع الموميا اتجنن، فضل ساكت حوالي 12 ثانية وبعدين قال ده مش نقش، ده تحذير. الرمز كان عين وتحتيه 3 خطوط. خبير قال ال3 خطوط دول مش شكل فني، دي أيام. الخط الأول يوم فتح المقبرة، والخط التاني يوم ما الموميا فتحت عينيها، والخط التالت لسه ما حصلش. العالم مسك دماغه وهو بيقول يعني اللي جاي أسوأ من اللي فات. الخبير بصله وقال الخط التالت هو اليوم اللي بيفتح فيه عين الكاهن الحارس نفسه. في اللحظة دي موبايل رئيس البعثة رن، رسالة صوتية مدتها 2 ثواني من العالم اللي اختفى امبارح، ومن خط تليفون ملغي من 8 سنين. فتح الرسالة وسمع صوت العالم وهو بيهمس، مش هو اللي خرج، هو اللي فتح لنا الباب، هو لسه هنا. أما الكارثة الأكبر إنه في نفس الليلة حصل بلاغ من منطقة سرية، خيمة اتفتحت لوحدها، صوت حد بيسحب رجله من الرمل، وصوت تاني أعمق بيقول تالت قرب. اللي حصل مش صدفة، والاختفاء برضه مش صدفة، وفتح العين برضه مش صدفة. ترتيب لعودة حاجة مدفونة من آلاف السنين. في الحلقة الجاية هتعرفوا مين الكاهن الحارس، وليه كانوا بيدفنوه حي، وليه كان ممنوع اسمه يتكتب، وليه لعنته كانت بتطرد أي حد يلمس المقبرة لحد ما يختفي زي العالم اللي ساب الرسالة. استنوني، متنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعل الجرس. سلام.